بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. وصفتنا اليوم هي لابيري مع كرات الدجاج مع صلصة بنينة عقدة ومفرمجة، وشوفوا لي شكلها كيفاش تشهي. اذا جربتوها انا اكيدة راح تعجبكم، خاصة لعشاق لابيري. قبل لا نبداو الوصفة ما تنسوش ديروا اعجاب للفيديو ومتابعة للحساب. روحوا ذوكي المقادير وطريقة التحضير. هنايا جيبي حبات نتاع بطاطا على حساب عدد الافراد العائله نتاعك. انا هنايا هذاك الصحن دالي هذه 4 حبات كما راكم تشوفوا. نقطعوهم هكذاك الى مربعات عشوائيا حتى نكملوا كامل الحبات نتاعنا. انايا بعد ما قطعتهم درتهم في كيكوطه ولا في كسرونه، ديروهم في اي حاجه طيبوا فيها. ومن بعد ديروا فلفل اسود، الملح وثوم، ثوم اكيد اختياري، ونمرقو بالماء. درت 2 كيسان نتاع ماء. نسكر عليها الكيكوطه ونديرها 4 ساعات تكون واجده، او تبقى على حساب الرغبه، تقدروا تضيفوا لها اضافات كما حبيتوا تبلوها. هنايا عندي البصل، حبيت نوريكم بصله، شوفوا عادوا يديروا لها تيكيات تحلبت. نقطعها الى مربعات لاني راح نرحيها في الاشوار. كي تكونوا رايحين تروحوا في الاشوار حاولوا انكم تقطعوا هكذاك باش ما تخسر لكمش، تبقى لكم اكثر فتره. هنايا درت البصله تاعي، كنت خيرت حبة صغيرة ورحيتها عادي بالأشوار. نحيت كمية قليلة تقريبا 1 الملعقة فقط، نخليها على جهة هذه باش نديرها لتحضير الصلصة. وهنا عندي نصف صدر الدجاج قطعته أيضا إلى مكعبات. حاولوا ثاني أنكم كلش راح نديروه في الأشوار تقطعوه، ما ديروش هكذاك باش ما تخسر لكمش. ودائما تسقسوني على الاشوار، هذه لا مارك سيلفر. المهم هنايا نديروا التوابل تاعكم. انا درت كركم، توابل شاورما، ودرت فلفل اسود وفلفل احمر وشويه كمون، شويه هنايا راه فاتني نحيت. هنايا درت الفلفل الاسود وفلفل احمر حار اختياري اكيد، والثوم بلا ما ننساوه، والملح. هنايا كديروا الملح ما تكثروش. وايضا كنت درت نصف ملعقه صغيره نتاع طماطم مصبره، ثاني ننصحكم كامل ما ديروهاش. المهم هنايا نخلط كلش مع بعض. هنايا بعد ما ترحوه وكنت ترحوه في الاشوار حاولوا انكم ما تبالغوش في الرحي، يعني ما ديروش هذاك اللي يكون رقيق ياسر، يكون كما هكذاك باش كي تكونوا تاكلوا تحسوا بالدجاج ما يجيكمش صامت. هنايا درت ملعقه صغيره نتاع مرقرين ديما، هذه الدور تاع المرغرين هنايا باش يعطيكم ضراوه الكريات تاعكم. نحاول اني ندخلها جيدا في هذاك الحشو في ذاك الدجاج. ومن بعد ضفت كميه قليله من الجبن كما راكم تشوفوا. ثاني يعطينا واحد التعساله هايله للكريات تاعنا، يعني كي نطيبوهم يذوبوا لداخل يجوا بنان ياسر ياسر. من بعد شمخي يدك بالماء ولا بشويه زيت، انا درتها في الماء، ونديروهم كويرات كما راكم تشوفوا. من بعد نرمدوهم في الفرينه حتى نكملوا كامل الكميه. ومره على ما تشوفي هذاك الدجاج راهو لصق لك في يدك، ديري شويه ماء راح يجيكم طريه ياسر، ما تخافوش. انا ما نحبش نزيد لها لا شابلور، نحسها تجي صامته وتجي ناشفه. هنايا في مقله درت ملعقه نتاع مرقرين ديما، وملعقه ايضا نتاع زيت، ونسخنهم جيدا هكذاك باش كي نديروا الكويرات تاعنا ما يلصقوناش. هنا درت المرغرين باش ما تلصقناش. نسخنها جيدا ومن بعد نلوحوا الكريات نتاعنا، وما تخافوش راه يجيكم طريه وهكذاك ما تلصق لكم، ما يتغير شكلها. جربوها بهذه الطريقه والله راح تعجبكم، تجيكم طريه ما يجيكمش ناشفين. وكاين الناس اللي يقولوا لي الا ما درتيش البيض الدجاج، انا عن نفسي ما نديرلوش البيض. هنايا نديروه في اللحم المفروم، اللحم مرحي، باش ما يتحللناش. بصح الدجاج راه اصليا ما يتحلش، ما تخافوش. هنايا نحمرهم جيدا، لازم تخلوهم حتى ياخذوا اللون الذهبي، ومن بعد اقلبوهم. ضروري انكم تحمروهم البنه كامل في التحميره نتاعهم، وثاني باش تجي شكلهم زين. ونعاود نقلبهم ونحمرهم من الجهه الاخرى. كي نتاكد بلي خلاص تحمروا، لحت هذيك الملعقه نتاع البصل وقليتها، وثاني زدت شويه كركم، وزدت شويه فلفل اسود، وشويه توابل الشاورما.
كي تتقلى لكم جيدا مرقوها بالماء السخون هكذاك باش تكمل هذوك الكويرات تاعنا طيب نتاعهم. انا هنايا كنت درت شويه نتاع ماء من هذاك تاع البطاطا والماء العادي، ديروا فقط كاس الا ربع تكفيكم. نقضيها ونخليها تكمل اطيب تاع هنايا البطاطا تاعي بعد ما طابت ضفت لها ملعقه نتاع مرغرين ولا في الفرماج على حساب الرغبه نتاعكم، وضربوها بالباتور بهذه الطريقه. هذه احسن طريقه تاع الباتور باش تجيكم لابيري تاعكم كريميه كيما راكم تشوفوا، يعني صح تبان باللي كريمه. هنايا تحبوا تزيدوا لها شويه حليب زيدوا لها، انا لقيتها بلي هذا القوام اللي حبته ما زدتلهاش، وتبقى على حساب الرغبه نتاعكم كل وحده وكيفاش تحب لابيري تاعها. كاين اللي تحبها خفيفه كاين اللي تحبها هكذاك، تبقى على حساب الرغبه تاعكم. هنايا بعد واحد 5 دقائق فقط كانوا طابوا الكويرات تاوعي ولا صوص عقدت، زدت لها شويه فرماج رابي وثاني عاود سكرت عليها دقيقه دقيقتين حتى يذوب هذاك الفرماج وتكون الصلصه تاعنا واجده. شوفوا كيفاش تجي معلكه، تجي صح تجي بنينه وتجي عاقده. وكاقتراح لطريقه التقديم قدموها بهذه الطريقه بواسطه لابوش وديروا كما هكذاك شكلوها بهذه الطريقه. كما تقدروا تقدموها عادي بلا ما ديروا هاد البورتات صح كيما هكذاك يجي شكلها يشهي، خصوصا اذا كنتي دايرتها لضيافك ولا حتى ولا بيري ما يديروش ليا. نكمل كامل الكميه بهذه الطريقه ومن بعد نجيبوا هذاك الدجاج تاعنا الكويرات تاعنا ونديروهم على جنب. هنا شوفوا كيفاش تجي كريميه، ناكد لكم بلي كريميه. شوفوا الصلصه تاعنا كيفاش تجي عاقده وتجي بنينه. فقط كي ديروا الملح في الدجاج حاولوا انكم ما تكثروش لانه راح نزيدوا لها الجبن، كما عارفين بلي الجبن يجي مالح. درتهم على جهه وكانوا باقيين الحبات درتهم الفوق، والصلصه درتها عشوائيا، وهكذا يكون الطبق تاعنا واجد ساهل ما يديش كامل الوقت. يعني مرات الفيديو يبين بلي فيه ياسر مراحل ولا بصح ما تديش كامل الوقت. هذيك الحشو تاع الدجاج ثمثم ترحي في الاشوار تكربعيه وتقليه ولا بيريه ثمثم تحطيها وانتي تحصلتي على طبق لذيذ بنين لذيذ وبنين. وهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، انا اكيد راح تعجبكم. تقدروا بهذه الطريقة يعني في بلاصة لابيري تقدموها مع الارز، راني كنت دايرت لكم الوصفة سابقا ثاني مع الرز تجي ولا اروع بالنسبة للناس اللي ما يحبوش لابيري. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. بلا ما نوصيكم تنسوش ديروا اعجاب للفيديو ومتابعة على الحساب. السلام عليكم.